النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة ال5 دقايق، هتنفع معاكم للغدا وكمان هتنفع للعشا، وكمان بديلة للإندومي، وأنا مسمياها بديلة المبكبكة أكتر لأنها تشبه المبكبكة بالضبط. بجد بجد مش هتاخد منكم دقايق، طعمها حلو جدا وحلو قوي في الشتا اللي احنا فيه ده، هتدفيكوا. دلوقتي هبدأ بمرحلة تقطيع الخضار، هكون غسلاه كويس طبعا ومقطعاه مكعبات، كل الخضار هقطعه مكعبات طبعا ما عدا الفلفل. انا دلوقتي قطعت الطماطم زي ما انتم شايفين كده مكعبات صغيره، وكمان قطعت الفلفل الاخضر، وطبعا الوصفه ديت محتاجه فلفل حامي قوي. وبعدين بقى جبت توم، 3 فصوص توم بس مش اكتر، او فصين كمان، قطعتهم انصاص كده. طبعا اللي مش بيحب التوم والبصل في قلب الحاجه يعني ممكن تحطي البصلايه تقسميها نصين، والتوم تبقي تشيليه بعد ما تخلصي. معايا بقى حله او طاسه تكون غويطه شويه، حطيت فيها كل الخضار اللي انا قطعته، ومعاهم واحده من مكعب مرقه الدجاج، وحطيت كوبايه ونص من المكرونه. على طبعا انت على حسب انت عايزه تعملي كميه قد ايه اعملي، ونفس كميه المكرونه نفس كميه الميه. وكمان حطيت معلقتين لتلاتة صلصه، اي صلصه بتعمليها، مش صلصه المكرونه، صلصه جاهزه اي حاجه. وحطيت معلقه من الملح، وحبه من الفلفل الاسمر، وبس. وحطيت قد المكرونه قدها ميه بالظبط. عايزه اقول لكم ان الميه من الحنفيه، وكمان حطيت ربع كوبايه صغيره او 3 4 معالق كبار كده زيت، ما تنسوش الزيت. وسبتها، اول لما غليت حطيتها على النار، اول لما غليت هديت بقى عليها النار خالص، وبدات اقلبها بالشكل ده. بعد ما الميه اتشربت انا حطيت يا جماعه كوبايه ميه كمان، يعني على الكوبايه، على الكوبايه ونص مكرونه حطيت الاجمالي كله كوبايتين ونص ميه. انتوا تفضلوا تزودوها في ميه كده عادي من الحنفيه خالص لحد ما تستوي معاكم. بصوا شكلها حلو ازاي، بجد شكلها دافي قوي. بجد جربوها، لو جربتوها هتدمنوها من جمالها. دي اسهل وصفه بعملها وانا مستعجله، بعملها وانا مش عايزه، احس اني مش عايزه اعمل اكل، فدي احسن وصفه انا بعملها. لو اول مره تشوفيني وبتشوفي الفيديو ده انزلي خدي لفه في القناه، قناتي هتعجبك جدا. وما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، بحبكم جدا.